السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك يا صديق المتابع في قناة بلوماجين. إذا كنت شخصا طموحا ولديك أحلاما كبيرة ولكنك في المقابل شخص كسول، فيرجى مشاهدة هذا الفيديو قبل أن تحكم على نفسك وتقول أن هذا الكسل ليس له حل. فقط اهدأ، وبإذن الله في نهاية هذا الفيديو ستجد الحل المناسب لكل هذا الكسل الذي يدور حولك. تريد تحقيق أشياء عظيمة ولكن مجرد البدء يبدو صعبا. تريد تحقيق أحلام، تريد شراء سيارة، تعلم مهارة جديدة، بناء جسم رياضي متناسق، كتابة كتاب، ولكن في النهاية تجد نفسك تتصفح الهاتف أو تشاهد التلفاز. لماذا يحدث معك هذا؟ ليس لأنك كسول بطبيعتك، ولكن فقط لأن المهام تبدو ضخمة، وعقلك عندما يرى شيئا صعبا يخبرك لنؤجل هذا ونفعل شيئا أسهل. اسمع لي مزيان، أنت لست كسولا، فقط دماغك يحب فعل الأشياء السهلة ببساطة، لأن الراحة مغرية والمهام الكبيرة تخوف دماغه. ولهذا نحن نؤجل ونؤجل ونؤجل، ثم نقول غدا نبدأ، وهذا الغد لا يأتي أبدا. كم مرة شعرت بالإحباط فقط لأن الهدف بدا مستحيلا؟ مثلا تريد تحسين صحتك وتفكر وتضع خطة للركض يوميا، ثم فقط التفكير في الركض يوميا هي فكرة متعبة، ولهذا أنت ترجع إلى الوراء ولا تفعل شيئا. أو تريد توفير المال، ولكن فقط فكرة تقليل النفقات هي فكرة مرهقة. المشكلة يا صديقي ليس في أنك لا تستطيع فعل هذه الأشياء، ولكن لأن عقلك مبرمج على تجنب الألم. هنا النقطة الأساسية التي يجب أن نتوقف عندها. دابا إذا قلت لك عندي لك خبرين، خبر سعيد يفتح النفس وخبر سيء، أيهما ستختار؟ خلينا نبدأ بالخبر السيء، هو الأول. الخبر السيء هو أن الكسل أصبح عادة في حياتك بدون أنك تستشعر هذه العادة هذه ولا تحس بها. والخبر الجميل يا صديقي الذي يفتح النفس هو أن العادات قابلة للتغيير. غادي نعطيك 3 خطوات بسيطة تستطيع من خلالها تغيير كل شيء. أقولها وأعيدها، تستطيع أن تغير بها كل شيء فقط إذا التزمت بها، وهي خطوات بسيطة وتستطيع إن شاء الله أنك تلتزم بها. اسمع لي مزيان. الخطوة الأولى هي اجعل المهام صغيرة، الكبيرة تبدو مخيفة، لذلك اجعلها بسيطة. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا كنت تفكر في كتابة كتاب من 300 صفحة، لا تفكر من الوهلة الأولى في كتابة 300 صفحة، فقط فكر في كتابة جملة كل يوم، لأن الخطوات الصغيرة تجعل الإنجاز أسهل وتعطيك إحساس بالنجاح. تخيل معي أنك تتسلق جبلا، لا يمكنك القفز من المرة الأولى إلى القمة، بل تتسلق خطوة بخطوة ثم تصل إلى قمة الجبل. يعني إذا كان عندك هدف فلا بد أنك تفك إلى خطوات بسيطة كي تبدو لعقلك سهلة، وأيضا عندما تفعل تشعر بأنك تسير وتتقدم في ذلك الهدف، وهنا تشعر بالنجاح. أنت لا تحتاج إلى كتابة كتاب في يوم واحد أو في أسبوع واحد، أو بناء جسم متناسق رياضي في أسبوع واحد، وإنما فقط تحتاج إلى خطوات بسيطة جدا، وتلك الخطوات في النهاية ستوصلك إلى ذلك الهدف. اسمع لي مزيان، هذه الفكرة مهمة جدا وخصك تستوعبها. الجهود الصغيرة تتحول إلى إنجازات عظيمة. يعني أنت فقط يجب أن تركز على تلك الجهود الصغيرة التي ستقودك عاجلا وليس آجلا إلى كل تلك الأحلام والأهداف التي تتمنى تحقيقها. الخطوة الثانية، اصنع روتينا بسيطا. أو تقول لي لا تعتمد على قوة الإرادة، بل ضع روتينا يسهل عليك البدء. لا تعتمد على قوة الإرادة، بل ضع روتينا يسهل عليك البدء، لأن الإرادة قد تكون قوية في الأول ولكنها تتناقص. هناك نقطة أساسية، لا تعتمد على قوة الإرادة، بل ضع روتينا يسهل عليك البدء، لأن الإرادة تضعف ولكن الروتين يجعل الأمور تلقائية. يعني مثلا إذا كنت عزمت على ممارسة الرياضة وعندك إرادة قوية في ممارسة الرياضة، لا تعتمد فقط على هذا الشعور وهذه الإرادة القوية في تلك اللحظة، ولكن فقط يجب أن تعمل روتينا بسيطا. يعني مثلا أن تضع حذاء الرياضة أو ملابس الرياضة
في مكان قريب عند باب الغرفة حتى يكون من السهل ارتداؤها، ومن ثم ستسهل عليك عملية ممارسة الرياضة، يعني تسهل علينا تحقيق ذلك الهدف. وهكذا كل الأهداف يجب أن تضع لها روتينا يسهل عملية تحقيق هذا الهدف. لا تعتمد فقط على ذلك الشعور القوي الذي يكون والإرادة التي تكون قوية في تلك اللحظة. سمعتيني؟ فهمتيني؟ لأن مفعول الروتين يا صديقي المتابع له مفعول سحري. الروتين كتلك العجلات التي تساعد في تعلم ركوب الدراجة عند الطفل، فهو يقودك ويساعدك ويجعل الأمر اعتيادي حتى تكتسب تلك العادة. إذن الحل هو روتين صغير. ودابا نقدر نسولك، أولا بالأحرى خاصك انت تسول راسك هذا السؤال وجاوب لي في لي كومونتير: ما هو الروتين الذي يمكن أن تبدأ به اليوم؟ فكر، يمكن فقط شرب كوب ماء فقط عندما تستيقظ، أو كتابة فقط 3 أهداف، أو أن تستيقظ يعني مثلا إذا كنت تريد أن تتعلم اللغة، وهذه الحقيقة أريد أن أشاركها معكم، وهي أنك تضع روتينا بحيث في الصباح فقط عندما تفتح عينيك تقرأ صفحتين من هذا الكتاب حتى قبل أن تصلي. اختر شيئا بسيطا وابدأ به اليوم. الخطوة الثالثة: قاعدة الدقيقتين السحرية. أصعب شيء في أي مشروع هو البداية، لذلك بغيتك توعد نفسك أنك من غتحط الهدف ديالك غتخدم عليه دقيقتين فقط. تريد قراءة كتاب، اقرأ صفحة واحدة فقط، أو اقرأ دقيقتين فقط. تريد تنظيف غرفتك، ابدأ بركن صغير، وبمجرد أنك تبدأ غتلقى راسك مستمر في فعل ذلك الشيء بشكل تلقائي. الأمر يشبه دفع كرة في بداية منحدر، فقط البداية صعبة وبعد ذلك الكرة تتدحرج من تلقاء نفسها. كذلك تلك الأشياء التي تريدها، فقط ابدأ في مدة دقيقة أو دقيقتين، وبعد ذلك ستجد نفسك تدخل في ذلك العمل وتستمر بشكل تلقائي. والحقيقة واحد النقطة مهمة، وهي تتمثل في أنك تكافئ نفسك. لا بد أنك من تحقق واحد الأهداف بسيطة، لا بد أنك تعترف لنفسك وتكافئ نفسك بشيء تحبه. المكافآت تجعل البداية ممتعة وتحفزك على الاستمرار. الرسالة الأخيرة لك: لا تنتظر الشعور المثالي كي تبدأ، بل ابدأ كي تصنع شعورا مثاليا. لا تنتظر أنك تتحمس فجأة وتتحول إلى سوبرمان. كل الناس الذين تحترمهم الآن وتسمع بهم وتقرأ لهم وتشاهدهم، فهم أيضا كانوا أناسا بسيطين يوما ما، ولكن الفرق فقط في أنهم عملوا روتينا بسيطا وأهدافا واستمروا عليها، ومع الوقت صاروا شيئا عظيما. والحقيقة هي أن الجميع يبدأ من الصفر، خاص الذين تعجب بهم هم أيضا مروا من نفس التجارب السيئة والتجارب الصعبة، ولكن فقط استمروا. ولست بحاجة كي تكون مثاليا، فقط ابدأ. تخيل أحلامك كنار صغيرة، كل خطوة صغيرة تقوم بها كأنك تضيف حطبا لهذا النار. تخيل أحلامك وأهدافك كأنها نار صغيرة، كل خطوة تخطوها وكأنك تضيف شيئا من الحطب، وهكذا كلما خطوت أكثر كلما ازداد الحطب أكثر، وكلما اشتعلت النار أكثر. والنار تمثل النجاح والتألق إن شاء الله. استمر في الإضافة، وسرعان ما ستتحول شرارتك إلى شعلة قوية تنور حياتك. فقط استمر، وسرعان ما ستتحول نارك إلى شعلة كبيرة تنير بها حياتك وحياة من حولك ومجتمعك إن شاء الله. أنت تستحق حياة أفضل، وتستطيع تحقيق تلك الحياة الأفضل لأنك إنسان مميز. فقط يجب أن تضع خطة وتضع روتينا وتحسن السير في تحقيق ذلك الهدف. خلاصة الكلام: إذا كنت طموحا ولكنك تشعر بالكسل، فإليك الخطوات الثلاثة. اجعل المهام سهلة وصغيرة، ثم اصنع روتينا يساعدك على الاستمرار بدقيقتين من العمل، ثم ستدخل بشكل مباشر في المود وستستمر في فعل ذلك الشيء.
وتذكر، لا تحتاج أن تكون مثاليا، فقط تحتاج أن تكون مستمرا. ودمتم في أمان الله.